يعني ده بعدين دخلوا هم اصلا كده بس يا ماما بيقتلنا بكلامه. السفاح بيقتلنا. طب انت طيب، شفت انت قلت السفاح بيقتلنا بكلامه ازاي؟ خلينا اسال برضه الموسيقار الكبير الاستاذ حلمي بكر، وهو دايما محارب للاسفاف. يا استاذ حلمي اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك استاذ حلمي. سمعت الواد ده بتاعي اسمه على دراعي الاطفال انا مش عارف دي لما تكبر بقى اسمه فين. اللي انا عايز اقوله دلوقتي انا عايز اسال الاطفال دي تربيتهم ازاي في البيت الاول؟ تربيتهم ازاي؟ انا عايز اعرف تربيتهم الاول ازاي. واحده عامله نيش او ماش في شعرها، والثانيه عايزه تخش في الحوار الصغيره كل بيتقطع عليها الكاميرا عايزه ترد. طب انا عايز الاطفال دي يرد، هل اللي غنوه ده صح؟ هل اللي بتغنوه الاطفال هل اللي بتغنيه صح؟ مش تقدري بقى يا شاهد انت كده تميزي هل اللي بتغنيه صح؟ لا. اذا ما مريم بترد هي بتقول لا. يعني انا عاجبني صراحه واضح ان في اكتر من حد قال لك ده مش صح. تخيل يا استاذ. يا استاذ حلمي اتفضل. تخيل يا استاذ بتكلمني واحده دلوقتي بتقول لي والنبي لازم تكون خفيف شويه لان الولاد ما غلطوش. اذا كان في فئات في المجتمع بتتكلم كده يبقى احنا هنقول ايه؟ انا بسال الاول بقول للاطفال انتوا عايشين قطعا مبسوطين في البيت. حبيت الكبيره انها تعمل شعرها فصبغت لها شعرها عملت لها ماس ملون. الثاني ايه ده؟ انا بسال الام، انا مش عايز اهاجم انما انا عايز اقول للام اسالها سؤال، هل اللي غنوه الاولاد ده صح ولا غلط؟ انا عايز الام اللي تتكلم. بناء على ردك هكمل او اسكت. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط ايه؟ ما هو اللي عملوه خلاص يا استاذ حلمي بكري هو غلط طبعا. افرضي هتتكرر مساوي انت عندك فلوس وهتنتجي اكبر لل 14 سنه، هتنتجي لها ايه؟ انا نفسي اللي يحاكم المؤلف والملحن والمنتج اذا كنت انت. بص حضرتك يعني الثلاثه شاركوا في ايذاء اطفال. انهم شاركوا في ايذاء اطفال. يعني هل شفت اغاني طفوله كده؟ طبعا لا يمكن. وبابا فين بابا قبح والاغنيه دي بابا قبح الاب بيكلم بنته تقف بيقول لها بابا قبح ويبص الواوا ضحي وكانت مش اطفال. مش انا عمري ما اعترفت بتقول الواوا. انت عجبتك الواوا جبتيها حطيتيها اغاني؟ دي خطيره ولا حلوه؟ حلوه بصراحه. طيب يعني عايزه تقولي يعني ما انا شفت كتير، وانا لما علقت على كلمه الواد بتاعي انا ما رضيتش، فلما لقيت كتير منها في السوق اكتر من كده فقلت خلاص يعني عاديه. يا فندم انا مالي لو الناس كلهم مشوا غلط. انا فيا عقل وراس ما ابتديش ان انا اسير ورا اي قطيع شاف ان هو ماشي غلط. احنا دلوقتي عايز اكلمك بس على نقطه تاني. تفتكر كان في الحادثه اللي كنت غطيتها من فتره بتاع الولد اللي دخل السايبر عشان يتصور زي الفيديو او الصوره بتاعت عبده موته، دخلوا معاه سلاح ناري خرطوش، دخل عشان يتصور بيقول بتاع السايبر صورني زي عبده موته، وهو ماسك الخرطوش موت طفلين تانيين. ادي الاثر السيء للدراما، وادي الاثر السيء للفن الهابط، وادي الاثر السيء على اطفال مصر كلهم. كم طفله شفناها في فيديوهات حضرتك جبتها وفي صور اللي كانت واقفه بترقص اغاني مهرجانات وبترقص بالسلاح الابيض؟ كم طفل شفناه بالكلام ده؟ النهارده كم طفل شافوا الفيديو ده؟ النهارده الناس لما شافوا الحلقه بتاعتك كم واحد دور على الكليب ده؟ تخيل ان الثلاث شركات بتوع المحمول عاملين ايقونات كده عشان تنزل الكليب دوت في احد القنوات، تنزل الكليب دوت كل تون. طبعا ده تربح ولا مش تربح؟ ده اتجار بالاطفال ده ولا مش اتجار بالاطفال دي؟ مع كامل احترامي وتقديري ليكي يا فندم. لا يا فندم ما بقولش التخدير، مع كامل احترامي وتقديري ليك وعارف ان انت اللي صرفتي على الكلام ده. انت النهارده حطيتي عيالك في خطر. انا زي ما بكرر تاني مش جاي موقف. طب فيروز زمان كانت بتطلع مع انور وجدي ببدله راس، انا طلعت عيالي ببدله راس. لا مجال هنا للقياس على هذه الحاله. ازاي؟ لا يا فندم ازاي؟ واحنا شفنا فيروز بتقول الواد ده خلينا نسال استاذ حلمي بكر ده. استاذ حلمي لبسنا عيالي ببدله راس. هي بتقول فيروز كانت بتطلع ببدله راس مع انور وجدي. ايام ما كانت البدله ولا غير بسمع فيروز قالتها غلط في اغنيه اللي هي بتوزن الجبنه، في الاغنيه اللي هي بتغني مع انور وجدي معانا مش معانا ريال ده مبلغ عال مش بطال. ادينا حافظ الكلام. تعالى بقى في الاستعراض
هي كانت بتستعرض كل انواع الموسيقى. كانت بتقلد تحية كاريوكا. لما لا شعور تعمله مش معناه ان بقت وظيفه. طب لما كبرت ما رقصتش ليه؟ ما ايه؟ لما كبرت ما رقصتش ليه؟ ماشي، وانا برضو عيالي لما يكبروا ما لهمش في الوسط ده ومش هيخشوا الوسط ده. طب العيل من دلوقتي يا مدام بيبتدي يفكر في ان الواد ده بتاعه والواد ده بتاعك وبنتنافس احنا الاثنين على الواد، هنذاكر امتى؟ الولد ده هنخش ابتدائيه واعداديه لا خلينا نسمع الاستاذ حلمي بس. يا مدام اتفضل. واضح ان انت بتدافعي عن شيء جواكي. هل الشيء اللي جواكي دي عايزه تشوفيه في ولادك ولا ايه؟ تشوفيني يعني كلميني انا بقى. الشيء اللي جواكي عايزه تشوفيه حلو في ولادك ولا زي ما هو مرسوم في دماغك؟ مش عارفه والله ارد عليك ولا حلمي بيقول لك انت بتدافعي عن شيء جواكي بتشوفيه في ولادك على شيء قدامي، يعني اللي انا كنت عايزه نفسي اكون مطربه او رقاصه يعني. لا طبعا لا، كان ممكن يطلعوا الولاد يقولوا شيء جميل جدا وينجح. طبعا والله. على فكرة والله ما غلطتي يا استاذ حلمي والله. غلطتك قولي يعني ايه غلطتك؟ يعني والله ما غلطتي. بنقفل في المدرسه مش حكايه الواد طيب. بتاعي ولا بشكرك يا استاذ حلمي الف شكر. هاخد بس عشان يعني الموضوع حدوده كده. مهندس حسام جوده مهندس الصوت طالب يعمل مداخله. مهندس حسام اتفضل. السلام عليكم يا استاذ وائل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. حضرتك الله يخليك. اهلا بيك. اتفضل. الله يخليك. انت كنت مهندس صوت في الاغنيه دي؟ لا هي مدام ليلى يعني حد محترم وحد عزيز عليا يعني جدا يعني. هو اصلا يا استاذ وائل الموضوع كله كان مش هيتعمل يعني. طيب هو بس يعني الانزعاج صحيح. البعض ممكن يقول لك يعني هو ده اللي هيدمر الطفوله. لا كتير، لكن كمان استخدام الاطفال في اغاني فيها الواد ده بتاعي وتسابق على الواد ده بتاع مين يعني. هو حضرتك البعض بيعتبر انه ده جريمه يعني. لا احنا عارفين انه غلط وهي عارفه انه ما كانش هيتعمل الموضوع، ما كانتش موافقه والاطفال والبنات ما كانوش عايزين يغنوا والله ما كلهم شاهدين على كده اللي انا اصلا. هو قال له بقى ايه يعني حضرتك قالوا ايه يعني اطفال وبيلعبوا ومش عارف ايه وما كانش حد متوقع اصلا الموضوع ده يحصل. ما انا مش عايز الاطفال تلعب بلغم ينفجر فيه انا مع حضرتك وانا مع حضرتك ومع الاستاذ هاني في كل اللي قاله ومع الاستاذ حلمي في كل اللي قاله ومدام ليلى عارفه الكلام ده كويس. وانا قلت لو عشان خاطر ارضي الناس الكليب ان الاطفال دي مش هتعمل كده تاني ومش هتشتغل اصلا. الكليب بيتشال خالص اصلا. طيب شاهد عايزه تقولي حاجه كده في الاخر؟ عندك موهبه بتعرفي تغني حاجه؟ هي ما بتتكلمش. مريم زعلانه. قولي يا مريم قولي. اتفضلي قولي. ما تقولي يلا. كنت بتقولي خلاص. طب شاهد بتغني حاجه؟ بتدندني حاجه؟ بص انت عندك مريم صوتها احلى مني بكتير بجد. وعلى فكره احنا اصلا مش هنفضل اصلا على الاغاني دي، لا احنا اصلا مريم مثلا ما تكبر هتطلع ظابطه عشان تحمي بلدها وانا هطلع زي حضرتك. سبحان الله. طيب كويس اهو. تغنيت الواد ده بتاعه تصغير طمعانه في البرنامج كمان. ربنا يوفقك يا شاهد. لا انا بقول له انت غنيت الواد ده بتاعه وانت صغير. بص يا شاهد ده هي دلوقتي ايه المشكله دلوقتي الكورس ده بتاعي كورس العاشره ده. تعالي اعرفك على الناس في الاوبرا وتروحي تغني في الاوبرا تتعلمي غنى صح. انا بس يا جماعه يعني عشان ما يعني في كل الاحوال الهدف من ده لانه البعض ممكن بنلاقي يا مريم لو سمحت يا مريم بس مريم بنلاقي موضه بتطلع كتير. صحيح الاسفاف ينتشر في حياتنا بس كمان استخدام الأطفال في الأغاني بهذا الشكل. فقلنا نعمل وقفة خاصة أنه يعني أنا يعني عملت هذه الحلقة بانزعاج من ناس كتير لهم ثقل يعني زي أمير الغناء العربي الأستاذ هاني شاكر اللي كان معانا في مداخلة. بالإضافة كمان إلى أنه الناس لازم تخاف. المسألة بتنتشر صحيح مش بس هي الأغنية دي، في أعمال فنية وفي أغاني بتنتشر بس تعالوا نقاوم الإسفاف. بعض الناس ممكن يقول لك ما هو ده بيسلط الضوء على لا يعني احنا نقدم هذه الأغنية على إنها جريمة وليست أغنية. وبالتالي هنا بنقول إلا استخدام الأطفال في أغاني من هذا النوع. عايز تقول حاجة يا أستاذ ليلى في الآخر؟ لا أنا عايزة أقول لأستاذ محمود يعني حضرتك هتعمل بلاغ للنائب العام ضد ليه يعني. في معمول اصلا من المنظمه الدوليه لحقوق الاطفال معمول النائب العام بلاغ
فيا. انت هتلاحق على تخيلي بقى اللي انا ان قانون الطفل بيقول كل ما نعرف ان في طفل بيتعرض لحاله من حالات الاستغلال في القانون 64 سنه 2010 ان هو عليه عقوبه لو علم ولم يبلغ. لكن انا النهارده خليني اقول لك على حاجه ثانيه. ايه ده يعني لو علم ولم يبلغ ان في عليه عقوبه. وكمان نص الماده 25 اجراءات جنائيه، كل من علم برضه بجريمه ولم يبلغ عليه برضه عليه عقوبه في بعض الجرائم اللي تمس الامن. لكن خلينا نتكلم هنا على حاجه ثانيه. مدام ليلى في سياق حديثها اتكلمت من شويه، قالت لو الكلام ده مزعل الناس انا ممكن اشيل الكليب. انا شايف ان دوت بادره طيبه منها، ان هي لو هي حابه ان هي تعمل هذا الامر مع تعهد منها. احنا النهارده لما بنتكلم صدقيني خلاص اللي بعدم استغلال الاطفال على النت. انا ما استغلش اطفال، اصل دول عيالي، ما حد ازاي يستغل اطفالهم يعني. ده مجرد ان هم عيالك، ده هو كمان العقوبه بتشدد عليك عشان هم عيالك. عايزه ايه؟ لان بيفترض. طب خلاص يلا. بيفترض يا فندم، بيفترض يا فندم. استاذن عايزه امشي. طيب شاهد خلاص انا استاذن عايزه امشي. اتفضل. هكمل معاكم بعد الفاصل ان شاء الله.